السلام عليكم. انت بتتفرج عليا دلوقتي لان غالبا الصورة المصغرة شدتك انك تفتح الفيديو بتاعي، والغريب ان الصورة دي محتاجتش برامج تقيلة ولا ادوات معقدة ولا وقت كتير. ولو انت اتفرجت على الفيديو ده للنهاية ان شاء الله تبقى قادر تعمل صور مصغرة تشد المشاهد وتخليه يتفرج على الفيديو بتاعك حتى لو بتشتغل بالموبايل بس. ويلا بينا نبدأ وندخل في الشرح العملي على طول ونشوف هنعمل الصورة ازاي. ماشي، يلا بينا. أول حاجة هنعملها هنفتح اليوتيوب هيفتح معانا. هنبحث عن فكرة الفيديو اللي احنا هنعمله. يعني أنا مثلا بعمل فيديو عن الصورة المصغرة، فهكتب في البحث صورة مصغرة وأدوس بحث وأتفرج على الصور. دي حاجة اسمها تغذية بصرية، كأنك بتعمل تغذية بصرية. يعني مثلا ممكن الصورة دي عجباني والصورة دي عجباني، ممكن برضو. ماشي، خلينا ندور تاني. ولتكن مثلا الصورة دي أكتر واحدة عجبتني. هنعمل كده وخدها سكرين شوت. تمام، هاخد الصورة المصغرة دي كده سكرين شوت. تمام. بعد ما اخترنا الصورة المصغرة اللي عايزين نعمل زيها، هنبدأ ندخل على شات جي بي تي علشان ما نعملش صورة زيها بالظبط. احنا عايزين بس الفكرة وبعد كده نطور فيها من نفسنا. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. أول حاجة هجيب الصورة المصغرة اللي أنا عايز أعمل زيها وأختارها من هنا وأقول له إضافة. تمام، هتبدأ تضاف لي كده الصورة، وهقول له أنا دلوقتي بعمل صورة مصغرة الفيديو ليا على اليوتيوب. إزاي نعمل صورة مصغرة احترافية بسهولة، بس مش بالفوتوشوب، لأن في الصورة هنا حاطط لي الفوتوشوب. وبالتالي هروح عامل كده وهقول له أنا عايز آخد فكرة أو الفكرة من الصورة دي. يعني الصورة اللي أنا بعتها لك ده أنا عايز آخد منها الفكرة وأعدل عليها أو وأخليها مناسبة لقناتي وهبعت له الصورة ونستنى لما يرد علينا. طيب هيبدأ يطلع لنا النتيجة. هيشرح لك بقى كل حاجة. بيقول لك نفهم فكرة الصورة دي. الصورة ناجحة ليه؟ علشان فيها وجه بتعبير قوي، ده أهم عنصر في الصورة. بعد كده بيقول لك في عنصر بصري جذاب اللي هو لعبة وكارت ولقطة أكشن. في ألوان قوية ومتباينة، في تباين في الألوان وقوة كده في الألوان. في نص قصير، بص النص واضح، شرح بالتفصيل. إحساس إن صاحب الفيديو بيشرح أو بيتحكم في اللي بيحصل. مش لازم نقلدها حرفيا، هناخد الأسلوب بس. أول حاجة أدوات سهلة بدل الفوتوشوب. هو مديني أدوات؟ لا طبعا، إحنا هنعملها بالذكاء الاصطناعي وده اللي هنقوله له دلوقتي. طيب إيه هي خطوات عمل الصورة احترافية؟ المقاس ومش عارف إيه وصورتك الشخصية. طيب هنسيبنا من كل اللي هو قايله لنا ده وهنبدأ نقول له بقى إيه. هقول له أنا عايز أعملها بالذكاء الاصطناعي. أقول له اعمل لي برومبت احترافي يكون فيه كل التفاصيل، مع العلم إني هغير الصورة نفسها وكمان صورة الشخص. يعني أنا هغير الصورة، هو الشخص عامل نفسه بيرسم في صورة، فأنا هغير صورة الشخص وهغير الصورة المصغرة نفسها. خلينا نقول له هنا الصورة المصغرة نفسها اللي جوه الصورة، ده علشان يفهم. الصورة المصغرة اللي جوه الصورة نفسها وكمان صورة الشخص هيتغير. كل الحاجات دي هغيرها. تمام، وهعمل ماشي. انا قلت له ان انا هعملها بالاي اي. تمام كده. اقول له انا عايز اعملها بالذكاء الاصطناعي، اعمل لي برومبت احترافي يكون فيه كل التفاصيل، مع العلم اني هغير الصورة المصغرة اللي جوه الصورة نفسها وكمان صورة الشخص. عايز تفاصيل دقيقة وصورة احترافية. تمام، استنى نشوف هيرد يقول لنا ايه. تمام، بعد ما اقول له كده ويطلع لي النتائج هنقول له هيطلع لنا كده حاجات كتير. طب انا عايز اقول له انا عايز اولد الصورة بنانو بنانا، بأداة بنانو بنانا، وكمان هبعت له صورتي كمرجع. هبعت له الصورة بتاعتي كمرجع علشان يعمل شبهها بالظبط، علشان يعمل شبهي بالظبط بنفس اللبس والملامح وكل حاجة. بعد كده هقول له ايه، مع العلم ان قناتي مجالها تعليم صناعة المحتوى. تمام، وابعت له كل ده. احنا بنتكلم مع شات جي بي تي، بندردش معاه بمعنى اصح علشان يطلع لنا برومبت احترافي جدا نقدر نستخدمه في نانو بنانا. تمام، هو هيقول لك اهو، واداك كمان البرومبت الاحترافي اهو بيكتبه. اول ما يخلص البرومبت ده هناخده ونحطه في نانو بنانا. ماشي، هندوس على نسخ هنا، او لو ما بينسخش هنحدد كده البرومبت كله وناخده كوبي. تمام، هناخد البرومبت كله كده كوبي. ونعمل ايه بقى؟ هندخل على نانو بنانا ازاي؟ تعال اقول لك طريقه سهله جدا نقدر ندخل بيها على نانو بنانا. هنروح داخلين على جوجل كروم ونبحث، نكتب ال ام ارينا، هنلاقيه ظهر هنا على طول اهو، ال ام ارينا. ندخل عليه، اول رابط اللي هو ده ندخل عليه. وهنبدا اول حاجه ندوس اكسبت كوكيز. بعد كده ندخل على باتل المود اللي فوق دي، وندخل على دايركت اللي هي تالت واحده دي. بعد كده
هنيجي من تحت هنختار الصورة، هنختار علامة الصورة دي. بعد ما نختار علامة الصورة هيكتب لنا ايمج كده، وهنختار من هنا كده نختار نانو بنانا برو اهو. هو ده كده جيميناي برو ايمج نانو بنانا برو، هو ده اللي احنا هنشتغل عليه. وبعد كده هنرفع الصور بتاعتنا. اول حاجة هنرفع الصورة المصغرة اللي احنا عايزين نعمل شبهها اللي هي دي، وندوس اد. طيب بعد ما رفعت الصورة اللي انا عايز اعمل زيها، هبدأ بقى ارفع له الصورة اللي هي بتاعتي او اللي انا هحطها لي انا كمرجع، صورتي انا الشخصية. هجيبها من هنا كده، والصورة دي انا واخدها سكرين شوت من الفيديو اللي انا شغال عليه. تالت حاجة بقى هنحطها له هي الصورة المصغرة اللي احنا عايزينها تتحط كأننا بنرسمها أو كأننا بنعملها، هنبعتها له برضه، هنحطها له. وبعد كده هنروح حاطين البرومبت باست وبس كده، مش هنغير أي حاجة تاني، ونبعت له يعمل لنا الصورة. ندوس أجري ونسيبه يحمل. بعد ما ندوس أجري هنسيبه يحمل كده. ادي الصور اهو، ادي البرومبت. ممكن ما يرضاش يبدأ معانا او يشتغل معانا ويقول لنا لازم تكمل مع تسجل الدخول. فاحنا هنسجل الدخول بالجيميل عادي، باي جيميل. هختار اكونت الجيميل اللي انا بسجل بيه على طول. انت ممكن تختار اي اكونت جيميل عادي وتدوس متابعة. تمام. بعد ما ندوس متابعة طبعا هيجيب لنا كل حاجة من الأول، هنعملها بسرعة زي ما عملنا في الأول. نختار دايركت، بعد كده نختار الصور، بعد كده نجيب نانو بنانا برو، بعد كده نختار أول صورة اللي هي الصورة المصغرة اللي عايزين نعمل زيها، وتاني صورة نختار الصورة بتاعتنا اللي احنا عايزينها في الصورة المصغرة، وتالت صورة الصورة المصغرة اللي تبقى جوه الصورة. بعد كده نحط البرومبت التاني باست. وممكن بقى بعد ما نحط البرومبت باست دي حتة زيادة هنعملها المرة دي، هنكتب له تحت هنا مع العلم إن الصورة الأولى هي الصورة اللي عايز أعمل هنكتب بالعربي عادي مفيش أي مشكلة. بعد كده نقول له الصورة التانية هي صورتي اللي المفروض تكون مكان الشخص، والصورة التالتة هي الصورة اللي المفروض كأني برسمها أو بعملها. تمام. ونبعت البرومبت على كده نشوف النتيجة هتبقى عاملة إزاي. هنسيبه يحمل كده. تمام، بعد التحميل هنلاقيه طلع لنا صورة بالطريقة اللي انت شايفها دي. شايف الاحترافية، شايف الجمال، شايف كل حاجة. هي الصورة جميلة وكل حاجة. فأنا هنزلها احتياطي، هدوس على تنزيل من هنا ونزلها. تمام كده نزلتها. وبعد ما نزلها بقى هنحاول نعدل فيها. هندوس على edit هنا ونبعت له الصورة اللي احنا عايزينها، صورة مصغرة لينا اللي احنا عايزينها تضاف مكان السبورة البيضة دي اللي هي دي اللي احنا عملناها قبل كده. وهقول له أنا عايز الصورة التانية تكون، وأقول له كده أنا عايز الصورة التانية تكون مكان السبورة البيضة دي، السبورة البيضة في الصورة الأولى. تمام. وهبعت له كده، وطبعا هيفضل يحمل شوية حلوين برضو. لو حصل معاك الحوار ده وقال لك something went wrong with this response please try again، هندوس try again. ممكن يبقى في مشكلة أو حاجة، ممكن نروح محدثين الصفحة كلها كده من فوق كده، نشد ونحدث جوجل كروم خالص، أو ندوس على الرابط وندوس تحديث، ندوس كده بحث مرة تانية. كده انت حدثت الصفحة، ونسيبه يحمل لما نشوف هيوصل لإيه. لو لقيناها طولت شوية ممكن نحدث الصفحة من فوق زي ما عملنا قبل كده. أنا معرفش هي بتطول معايا ليه، بس ممكن يكون الموقع فيه مشكلة. ولكن لما تلاقيها طولت معاك حدث الصفحة، وادي الصورة طلعت بالطريقة اللي انت شايفها دي. هي الصورة الأولى كانت أحلى، بس دي برضو مش بطالة، كويسة جدا. طيب هننزلها برضو، هننزل الاتنين، ننزل دي كمان، نعمل لها سيف. تمام كده أنا نزلت الصورتين، بس الصورة التانية دي مش عجباني أوي. طيب احنا ممكن في الصورة التانية دي نعمل edit ونحط له، يعني نعمل edit ونحط له الصورة الأولى اللي هي كانت عجبانة أصلا. نقول له add ونقول له أنا عايز reaction، أو عايز نفس reaction الصورة التانية. أنا عايز نفس reaction الصورة التانية. تمام، اللي هو إيه نفس الرياكشن ده. وسيب كل حاجة زي ما هي، والخلفية كمان عايز أغيرها. سيب كل حاجة زي ما هي، بس خلي الخلفية احترافية أكتر. كل ده احنا بنجرب، كل ده النتيجة بتطلع وبنعدل عليها بطريقة زي ما انت شايف كده. بنبعت له حتى بالعربي، بنقول له اعمل لي كذا 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 بالعربي بس فقط لا غير. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل لما ندوس على السهم ده. هتحمل، هتقعد طبعا تحمل شوية حلوين، فخلينا معاها لحد ما نشوف. لو طولت كتير هنحدث الصفحة وإن شاء الله تكون خلصت.
وعلى فكرة خلّي بالك، أنا عايزك تخلّي بالك من حاجة برضه، إن الموقع ده تقريبًا بيبقى له عدد محدود من الصور بتعملها في اليوم أو في عدد ساعات معيّن، يعني ممكن بعد شوية تلاقيه جاب لك الرسالة اللي هي إيه، الerror اللي بييجي ده ممكن تيجي لك كمان شوية وتفضل بقى تيجي لك على طول، أو يقول لك حاول بعد قليل. لمّا يقول لك كده تعرف إن الموقع نفسه خلاص أنت خلّصت مدة الصور اللي المفروض تعملها، فحاول تستنى شوية كام ساعة كده وبعدين ترجع تفتح تاني هتلاقيه اشتغل معاك تاني. طيب هي دلوقتي طوّلت خالص، فهنحدّث الصفحة. بنحدّث إزاي؟ بندوس على الرابط اللي فوق ده ونروح دايسين اذهب أو ابحث أو بحث أيًا كان تليفونك نوعه إيه. طيب هو لسه أهو شغّال، لمّا نشوف. طيب أنا بعد ما استنيت كتير جدًا قال لي أهو something went wrong. طيب خلّينا ندوس try again ونحدّث الصفحة ونشوف إيه اللي هيحصل. طيب أنا لمّا حدّثت ظهر لي أهو، ظهرت لي الصورة دي، تقريبًا ما فيش أحسن من كده. تمام، فاضل بس خطوة أخيرة هناخدها كده ننزّلها، أو من هنا كده نعمل save. بعد ما حفظناها خلاص هننزّل تطبيق PicsArt أو أي تطبيق، بس أنا بارتاح لPicsArt بصراحة على التليفون، باحسّه تطبيق كويس جدًا، أو ممكن نستخدم Photopea، ده موقع زي الفوتوشوب كده، فخلّينا في PicsArt دلوقتي عشان ما ألخبطكش. هندخل على PicsArt، هندوس على edit an image or video اللي هي الpurple دي، ونختار الصورة اللي إحنا عملناها أهي، هنتخطى الإعلان، هنعمل تخطي، هتظهر الصورة كده. هندخل على fit دي بتعرّفنا المقاسات. بعد ما ندخل على fit هنختار صورة يوتيوب، هنلاقي هنا كده في صورة وعليها علامة يوتيوب اللي هي دي أهو. هي الصورة يعني مضبوطة بس في سِنّة بسيطة، السِنّة البسيطة اللي فوق وتحت دي، فإحنا هنمسك الصورة نكبّرها كده، بس كده. يعني ممكن نكبّرها كمان سِنّة كده بحيث تبقى بالمسطرة كده، بعدين ندوس apply كده الصورة عملت. ممكن لو عايزين نكتب حاجة نجيب text ونكتب، بس بيتهيأ لي هي كده كويسة، بلاش نكتب، خلّينا كده ونسيّف الصورة. بعد ما سيّفنا الصورة كده إحنا عملنا الصورة المصغّرة بتاعتنا، ولو عايزين نبقى نكتب عليها بعد كده ممكن نبقى نكتب أو نعلّمكم نكتب. أنا الصورة بتاعتي أصلًا ما فيش مكان أكتب فيه، يعني حتى لو كتبت الكتابة مش هتبقى أحسن حاجة، فعلشان كده خلّينا ما نكتبش على الصورة ونسيبها زي ما هي، وبكده هي هتبقى صورة الفيديو إن شاء الله، وبكده نكون عملنا مع بعض الصورة المصغّرة للفيديو. أتمنى تكون استفدت أكبر استفادة من الدرس ده. زي ما شُفت كده الصورة المصغّرة مش محتاجة تعقيد ولا وقت كتير، زي ما شُفت كده فكرة واضحة وتنفيذ صح. لو طبقت الخطوات دي هتبقى قادر تعمل صورة مصغّرة تشد عين المشاهد وتخلي الناس تختار الفيديو بتاعك من بين ملايين الفيديوهات. لو بتفكر تصنع محتوى تابعني وإن شاء الله هتشوف فيديوهات كتير تفيدك. سلام.